بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنكمل سلسلة المحاسبة التجارية. وطبعا احنا الأيام اللي فاتت اتكلمنا عن معادلة الاستثمار واتكلمنا عن مفهوم توكيلات الكوست بلس. النهاردة هتكلم عن كشف حساب الشركة أو ازاي إن أنا هتابع الحركات المالية للشركة من خلال كشف حساب أنا كمحاسب هصممه، أو أنا كمدير فرع أو مسؤول عن التوكيل الكوست بلس هتابع حسابات الشركة حركة حركة بالتاريخ من خلال كشف الحساب. وان انا لما اشوف معادلة الاستثمار اقدر اشوف هو رأس المال بيدار بشكل سليم او لا. كشف الحساب باختصار هو مراجعة الحركات المالية بين التوكيل وبين الشركة باليوم بالحركة. طيب أنا كمحاسب للتوكيل بصمم كشف الحساب إزاي؟ بشكل بسيط خالص ومش معقد عشان اللي يقراه يعرف يقراه. أنا مش هحط فيه معادلات، مش هحط فيه أكواد برمجة، مش هحط فيه عمليات معقدة. هخلي الموضوع ماشي بشكل سليم وفي نفس الوقت لامم كل الحركات المالية بين التوكيل وبين الشركة. فأنا بعمل فوق كشف الحساب وبعمل هنا، خلينا من أول التاريخ المدين الداين. أنا طبعا ده كشف حساب من التوكيل للشركة، يبقى الجانب المدين هنا هو الشركة والجانب الداين برضه هو الشركة. الجانب المدين الشركة يعني الحاجات اللي أنا بداين بيها الشركة، والجانب الداين الحاجات اللي الشركة بتداينني بيها. وهنا الرصيد والبيان بتاع كل حركة. فأنا يوم 1/1 عملت للشركة أول ما بدأت خالص، أول ما بدأت التوكيل في البداية خالص، زي ما اتكلمنا في معادلة الاستثمار وفي مفهوم الكوست بلس، إن أنا قمت عامل إيداع للشركة كرأس مال هدور بيه التوكيل عبارة عن 1,000,000 جنيه. فقمت كاتب هنا الرصيد بداية التوكيل أو رأس مال الوكيل بداية للتعامل 1,000,000 جنيه. وجيت هنا في الرصيد قمت عامل يساوي 1,000,000 جنيه زي ما هي هنا، مفيش أي حركات أو في أي معادلات. وكتبت عليها رصيد بداية التوكيل أو ما يسمى بعض الشركات بتسميه مبلغ الاستثمار. بعض الشركات بتسميه مبلغ الاستثمار وبعض الشركات بتسميه رأس مال التوكيل. طيب أنا هنا بعد ما سجلت الخطوة دي بدأت الشركة في المرحلة التانية بتبدأ بتديني بضاعة، وبالبضاعة دي طبعا بتقلل من رأس المال. فقمت رايح هنا قمت رايح في الجانب الداين وقمت حاطط 500,000 جنيه وكتبت عليها فاتورة مشتريات من الشركة للتوكيل. وطبعا كل فاتورة بيبقى ليها رقم، فدي الفاتورة رقم 1 2 3. لما بدأت أنا أشتغل وأبيع قمت جاي في يوم 3 قمت عامل إيداع للشركة ب20,000 جنيه. فأصبح هنا إن بعد ما كان رأس المال 1,000,000 جنيه، الشركة ادتني بضاعة دينتني ب500,000، فمتبقي من رأس المال 500,000. جيت أنا قمت عامل إيداع للشركة ب20، فأصبح متبقي من رأس المال 520,000، وكتبت عليه إن الإيداع ده من خلال وثيقة لبنك مصر. جيت في يوم 4 قمت عامل إيداع نقدي في خزينة الشركة. وأنا رايح الشركة رحت دخلت على الخزنة وقمت عامل إيداع نقدي ب10,000 جنيه. فأصبحت إن برصيد التوكيل عند الشركة 530,000 جنيه. جيت في يوم 5 بقى عندي مرتجعات من الفاتورة اللي الشركة اديتها لي. رجعت فاتورة مرتجعات، وطبعا كل فاتورة أو كل إذن بيبقى ليه رقم فبسجله. عملت مرتجعات بقيمة 10,000 جنيه. فأصبح إن رأس المال أو متبقي من رصيد الموزع عند الشركة أو الوكيل عند الشركة 540,000. جت الشركة قامت جاية بعتلي بضاعة ب400,000 جنيه، قللت ال540,000 ل140,000. أنا بشرح لك الحركات عشان تبقى فاهم كشف الحساب مضمون وماشي إزاي. جيت أنا في يوم 8 كنت شغال مع الموزع، أو كان في مصروفات أنا بفترض معاه كان في مصروفات عن شهر سابق عبارة عن ما يسمى بالمطالبة الشهرية أو المصروفات أو استعواضات الموزع من الشركة ب150,000 جنيه. أصبح الموزع ليه عند الشركة رصيد مسموح بقيمة 290,000 جنيه. جيت في يوم 10 طلبت بضاعة من الشركة، فقامت الشركة بعتالي بضاعة ب290,000 جنيه والرصيد أصبح مصفر.
لما الرصيد صفر أصبح هنا أنا مش هينفع أطلب بضاعة من الشركة تاني، فلازم خلال الفترة اللي جاية أفضل أعمل إيداعات وهكذا. طب الحركات دي مشيت إزاي؟ المعادلات بتاعتها، أنا لما جيت هنا أول بداية تعامل كان 100 مليون جنيه فسبتها زي ما هي. لما جت الشركة عملت بضاعة فاتورة مشتريات ب 500,000، فقمت عامل هنا إن المليون جنيه دي هزود عليها الحاجات اللي أنا بداين بيها الشركة، وهنقص منها الحاجات اللي الشركة بتدايني بيها عشان يديني الرصيد الحالي. وأقوم عامل من هنا من الأوتو فيل هنا دبل كليك، وفضل الكلام ماشي معايا زي ما هو. تمام. فأصبح هنا بقت 500,000 و520 290,000. ده الحركة بتاعة كشف الحساب. طب أنا لكشف الحساب عندي 50 حركة أو 30 حركة وهكذا، أنا هفضل بقى ماشي عشان أشوف المجموعة من تحت، الجانب المدين بيساوي كام والجانب الدائن كام ورصيد الموزع قد إيه. فقمت عامل فوق هنا حاجة اسمها ملخص الحركات. ملخص الحركات ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إجمالي الجانب المدين وإجمالي الجانب الداين، وعبارة عن الرصيد. والرصيد بيساوي إيه؟ الرصيد بيساوي المليون جنيه بداية التعامل، هزود عليها ما أنا بدائن بيه الشركة، وهنقص منه ما الشركة بتدايني بيه. وأقوم دايس انتر، فأصبح الرصيد أنا عارف إن هو صفر. لو في رقم، لو الشركة هنا ادتني بضاعة ب 300,000 جنيه، يبقى في معدل انحراف في رأس المال عبارة عن 10,000 جنيه. الشركة طبعا مش هتديني ال 10,000 جنيه لأن هي بتشغلني برأس مال محدود وهو المليون جنيه، فمش هتتعداه. فأصبحت الشركة مدياني بالرصيد اللي ليا عندها. طب أنا لو عملت كده أنا عايز أحسن شكل كشف الحساب، مش عايز يبقى فيه الأرقام دي كلها. هعمل هنا معادلة اسمها اف ايرور أو معادلة اف. معادلة اف هتبقى عبارة عن إيه؟ هقف هنا كده واكتب اف واحط المعادله، افتح قوس، القوس بتاع معادله اف، واحط المعادله بتاعتي دي داخل قوسين، واقوم عامل كوما. بقول له ايه؟ واقوم قايل له يساوي، عامل كوما، او انا لا، هعمل معادله اف واحط المعادله بتاعتي داخل قوسين، واقول له لو المعادله دي بتساوي الرقم اللي فوقيها هتحط لي زيرو، يا اما تحط لي المعادله بتاعتي زي ما هي. تحط لي المعادله بتاعتي زي ما هي، او محددها كده واخدها كوبي كنترول سي وبيست كنترول في، واقفل القوس بتاع معادله اف واضغط انتر. لما اضغط دبل كليك بص ايه اللي هيحصل. اما تصفر لي هنا عشان يبقى كشف الحساب مظبوط. انا كده بيقول لي كشف الحساب بتاعك معجز، او الشركه ليها عندك 10,000 جنيه. لو انا حطيت هنا 290,000 فاصبح ان رصيدي عند الشركه هو زيرو. ده كده انا حسنت كشف الحساب. انا كمدير بيع عايز اشوف ملخص الحركات بقى، اشوفها بسرعه من هنا. الجانب المدين بيساوي 190,000، الجانب الدائن بيساوي 1,190,000. طبعا الرصيد بتاعي ده او حساب الشركه لازم يكون ظاهر في معادله الاستثمار هنا في الجانب الدائن، وهو حساب الشركه. يبقى بيجي منين؟ من كشف الحساب. وهحط لكم اللينك بتاع معادله الاستثمار تحت عشان تبقى شايفه باستمرار. يبقى اذا كل ما كشف الحساب هنا يتحرك، لو جيت هنا يوم 11 وقمت عامل ايداع للشركه ب50,000 جنيه، هيبقى ب50,000. يبقى كشف الحساب انا ليا عند الشركه كده 50,000 جنيه، رصيد الموزع عند الشركه 50,000 جنيه، يعني هي تلقائي ظهرت هنا. والمفروض زي ما اتفقنا ان المعادله تساوي زيرو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير، وهننزل فيديوهات كتير الفتره اللي جايه. فعل زر الجرس عشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات اللي ننزلها جديد. ولو فعلا فيديو مفيد بالنسبه لك اعمل لنا لايك عشان تشجعنا نقدم فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.